الله وبركاته. يا هلا والله وسهلا وغلا، الله يمسيكم بالخير. احيانا انا وبعض الاصدقاء وتمر علي بالجوال اعاني انا منها كانسان، وهو موضوع الحقيقي انه انا احيانا يصير لياقتي مشروع معين، سواء مهني سواء معرفي سواء تجاري، تكون لياقتي عاليه، قدر الله علي كذا فتره من الفترات وانقطع، امسك شوي، ابغى ارجع تقول لك الجمر، احاول ما اقدر. فانا السؤال العريض اللي في راسي، كيف استطيع اني ارجع؟ أنا بقادر. طبعا وسائل الرجوع كثيرة جدا، فيه وسيلة يا جماعة قليل أنا بالنسبة لي أشوف أحد ينبه عليها، مع أن بالنسبة لي أرى أنها جوهرية ومهمة جدا، ولها أثر بالغ أنك تدفع نفسك أن لياقتك تعود. هو ما يسمى، أنا أسميه كذا، هو طبعا هو أحد أجزاء التهيئة النفسية، أنا أسميه الانصهار في أدوات المشروع. الانصهار في أدوات المشروع، عملية الذوبان داخل مشروعك. شلون؟ أنا مثلا إنسان قارئ، كذا فترة انقطعت عن قراية، أبى أمسك كتاب تقول ماسك جمرة، على طول أفكه ما أقدر. أبى أحاول أدخل مكتبة ما أستطيع، أحاول كذا أعيش الجو العلمي ما أنا بقادر، أحاول أقرأ أحاول أسمع معلومة ما أحس إن قدراتي العقلية مستوعب الفكرة هذه. طيب أنا وش أسوي؟ طب أنت ليش ودك ترجع زي آخر يوم من أول يوم؟ يعني قبل لا تنقطع ودك ترجع بالضبط في ساعة واحدة زي ما كنت قبل لا تنقطع. هذا أشبه ما يكون بالمستحيل. الإنسان عبارة عن معدن صلب جدا. يعني الإنسان كذا تركيبة صعبة وشاقة، يعني مو بالموضوع موضوع أني والله ودي أرجع وبس خلاص ودي أرجع، لا، لازم تعرف أنه في كذا جوانب تهيئة تخلي انطلاقتك قوية جدا، بل أحيانا ممكن تخلي انطلاقتك أقوى مما كنت عليه. الانصهار في أدوات المشروع، أنا مثلا إنسان قارئ، ترى مو بلازم أقرأ اليوم، بس أمسك كتاب كذا وقاعد أمسك كتاب وقاعد أقلبه ما أقرأه. أحيانا ما أمسك كتاب، أروح أحضر بيئة علمية، مجموعة من الأصدقاء قراء أروح أقعد معهم. طيب ما عندي بيئة علمية، أحيانا أروح أرتاد المكان اللي يجرني المشروع الأول، مثل أروح أسلم على عامل المكتبة اللي أنا كنت أشتري منه كتب، كذا أروح أدور بالمكتبة أناظر وش الجديد. أروح مثلا أحيانا أفتح لي مقطع شخصية علمية مؤثرة علي بالحيل بمجرد أني أشوفه كذا تعيد شريط الذكريات المعرفية بالنسبة لي. وهذا بالمشروع التجاري، بالمشروع المهني، بالمشروع الاجتماعي، كل جوانب مشاريع الحياة. التهيئة النفسية هذه، الذوبان داخل المشروع، تخلي المشروع يصرخ بداخلك، يقول لك يا أخي هيت لك، يا أخي رجعنا، وش دعوة ورانا، نسينا ما كلينا. لكن كذا إنسان منقطع فترة من الزمن، والإلف للمشروع بدأ يضعف جدا جدا، والرياضة واللياقة داخل هذا المشروع هذا بدأت تميل للجمود، ما في لياقة نهائي، ويبغى يرجع كذا بساعة من النهار. مستحيل. النفس تحتاج إلى ترويض، مو كذا موضوع بس أني ودي أرجع. شوف سبحان الله كيف كان مراحل تحريم الخمر. أحيانا التحريم كان فترة من الزمن، بس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاص اعتاد أنه في جزء من وقته الخمر فيه ممنوع. طيب ليش؟ هذا نوع من الترويض عشان تقبل شيء أكثر من كذا. أنت إذا انصهرت في أدوات مشروعك راح تشعر أن هالمشروع هذا مشى في داخلك دون كلفة. إي والله. عشان كذا يا جماعة أنا أقول دايم ترى الدنيا ما تبنى في ساعة، وأحيانا سبحان الله ردات الفعل تكون هي سيدة الموقف. يعني أنا مثلا كنت منقطع عن العلم فترة من الزمن، منقطع عن التجارة فترة من الزمن، مقصر بحياتي المهنية فترة من الزمن، فشفت لي ناس ناجحين في الباب هذا، فأنا أعيش ردات الفعل سريعة الانفعال